نهاية دور ال16 من دور الأمم الأوروبية وبداية الدور ربع النهائي دور الثمانية. السلام عليكم، وياكم ابن ايوب، ورجعت لكم بفيديو جديد. حبايب قلبي لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات حتى يوصل لك كل شيء جديد وحتى نستمر ان شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو خلينا نشوف نقدر نوصل هذا الفيديو 500 لايك. انتهى الفصل المعقد من دور الأمم الأوروبية وهو الدور ما بعد المجموعات، تحديدا دور ال16. نعم يا صديقي، هنالك منتخبات تعاني من هذا الدور، ومن ضمن هذه المنتخبات المنتخب التركي والمنتخب الإنجليزي والمنتخب الفرنسي بآخر فترة. المنتخب الإنجليزي دائما ما يواجه صعوبة وينتصر بصعوبة، وحدث في هذا الدور أيضا في دور ال16 بعد ما انتصر على سلوفاكيا بنتيجة 2-1، وشهدت المباراة مقصية جميلة للرائع الجميل جود بيلينغهام. وأيضا لا ننسى عقبة المنتخب التركي الذي استطاع أن ينتصر على المنتخب النمساوي اللي الجميع رشحه يكون حصان البطولة، لكن المنتخب التركي ولثاني مرة في تاريخه استطاع أن يتأهل لدور الثمانية عن طريق المدافع ديميرال. أما المنتخب الهولندي استطاع أن يستفاد من الدروس السابقة ويتخطى هذه العقبة، عقبة دور 16 اللعينة بالنسبة للهولنديين، وانتصر بنتيجة 3-0 أمام رومانيا العنيد واللي قدم بطولة جيدة جدا. أما من الناحية الأخرى فالمنتخب الألماني بخطة ثابتة استطاع أن ينتصر على المنتخب الدنماركي بسيناريو غريب جدا والتأهل بنتيجة 2-0 بتألق جميل جدا من الألماني كاي هافرتز. وشهدت المباراة المثيرة تسجيل 3 أهداف ملغاة في المباراة. نعم يا صديقي، الفار ألغى 3 أهداف، 2 للمنتخب الألماني و1 للمنتخب الدنماركي. أما المباراة المفاجئة للجميع وهي مباراة سويسرا وإيطاليا، استطاع المنتخب السويسري اللي يقدم مستوى رهيب يا عزيزي بخطة ثابتة من اللاعبين والمدرب، استطاع أن يتقدم على المنتخب الإيطالي بنتيجة 2-0، والطليان لا وجود لهم في المباراة نهائيا، وكأن المنتخب الإيطالي نسى كرة القدم تماما. رغم أنهم معذورين، هاي بداية جيل جديد، وأنا ما أرشح يعني منتخب يوصل بعيد وهو عنده جيل جديد ولاعبين صغار لم يمتلكوا الخبرة. أنا بالفيديو السابق رشحت المنتخب الإيطالي وقلت لأجل الاسم والتاريخ فقط، لأني كنت متأكد أن سويسرا سيكون ند عنيد للمنتخب الإيطالي. وبمناسبة سويسرا انتصرت على إيطاليا بعد 31 سنة عجاف من دون انتصار. ننتقل للمباراة اللي بعدها، هي أسبانيا وجورجيا. تقدم المنتخب الجورجي بالدقائق الأولى من عمر اللقاء، لكن سرعان ما عادوا الإسبان واستطاعوا أن ينتصروا بنتيجة 4 أهداف مقابل 1. يا صديقي، أنا قلت إنه الأسبان غير مقنعين بالنسبة لي، لكن الحقيقة تقال بعد هذا الأداء اللي قدموه أكثر فريق متزن في هذه البطولة وأكثر فريق مخيف هو المنتخب الأسباني. فرنسا وبلجيكا منتخبين عريقين من أفضل 5 منتخبات في التصنيف، عندهم شحة بالأهداف الهجومية يعني بصورة مو طبيعية. صدق يا عزيزي، قبل هاي المباراة فرنسا مسجلين هدفين، هدف عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء وهدف عكسي. هذا المنتخب الفرنسي اللي يمتلك مبابي وديمبلي وغريزمان وأسماء كثيرة جدا. أما الجانب البلجيكي فمعذورين، لأن من الحرس القديم موجود فقط 4 لاعبين، وكلهم أسماء جديدة وأسماء يعني متطورة وأسماء شابة وصغيرة لا تمتلك خبرة كافية. الفرنسيين استطاعوا أن يخطفوا بطاقة العبور بآخر دقائق اللقاء بتسجيل هدف عكسي. يا صديقي، بعدي فرنسا ما عندهم أهداف، هدف واحد فقط عن طريق كيليان مبابي. تخيل فريقك يوصل للربع نهائي وهو مسجل هدف واحد بجهود لاعبيه، وعنده هدفين من الخصم عكسيات. لكن لا ننسى بهذه المباراة نشير للمدافع الصلب فعلا ساليبا. المدافع الصلب ساليبا استطاع أن يضع روميلو لوكاكو في جيبه حرفيا. لم نرى لوكاكو ولم نرى هجمات خطيرة ولم نرى عرضيات متقنة، هي العرضيات كانت متقنة لكن لم تجد الرأسية المناسبة بظل وجود ساليبا. التحامات أرضية، التحامات هوائية، 0 مراوغة على اللاعب. يعني هذا المدافع يستحق كل الاحترام والتقدير. أما المباراة الأخيرة، المباراة اللي هيجت المشاعر بين المنتخب البرتغالي والمنتخب السلوفيني، المباراة شهدت ذرف دموع للأسطورة، أحد أفضل اللاعبين في التاريخ وأفضل لاعب في التاريخ من وجهة نظر البعض، كريستيانو رونالدو. في ألمانيا ذرف الدموع
هذا شرف لألمانيا صراحة، وللملعب وللاعبين وللخصوم وللجماهير. كريستيانو رونالدو أضاع ركلة جزاء في آخر لحظات المباراة كانت كفيلة أن تنقل المنتخب البرتغالي إلى دور الربع نهائي، لكن بتألق من الحارس يان أوبلاك استطاع أن يتصدى إلى ركلة جزاء كريستيانو رونالدو. لكن اللي حدث فهو مفاجأة لي شخصيا وللبعض وللجماهير يعني بصورة عامة. أعتقد انتقلت المباراة إلى ركلات الحظ الترجيحية، وبتألق رهيب جدا جدا من الحارس البرتغالي ديوغو كوستا. بعد ما صد انفراد بآخر لحظات المباراة استطاع أن يتصدى ل3 ركلات جزاء، يعني كل ركلات جزاء سلوفينيا تصدى إلها الحارس ديوغو كوستا. لكن الغريب وين يا صديقي؟ كريستيانو رونالدو أول منفذ لركلات الجزاء لصالح البرتغال. أريد أعرف شغلة، شنو قوة القلب اللي شايلها أنت؟ بالله عليك، يعني أنت مضيع ركلة جزاء منذ دقائق ودموعك تذرف وتجي أنت أول شخص ينفذ لصالح المنتخب البرتغالي. والله قوة قلب عندك مو طبيعية. لكن صرح كريستيانو رونالدو وقال: إن ترى مني الاستسلام فهذا شيء مستحيل، أردت أن أنفذ الركلة الأولى لكي أكون المسؤول ولكي أشيل الضغط عن نفسي، فأنا أحب التحديات والاستسلام لدي مستحيل. شابو رونالدو. انتهى دور ال16 يا عزيزي، خلينا ننتقل للدور ربع نهائي اللي بيه أسماء رهيبة. تخيل، البرتغال ضد فرنسا، ألمانيا ضد أسبانيا، سويسرا ضد إنجلترا، هولندا ضد تركيا. يا صديقي العزيز انه تتوقع هاي المباريات صعبة. شوف، راح اقول لك شغلة. الفيديو التوقعات انا توقعت النهائي راح يكون بين المنتخب البرتغالي والمنتخب الانجليزي، لكن يا صديقي بعد الاداء اللي شاهدناه الامور صعبة. اداء انجلترا ما يطمن، واداء البرتغال لا يطمن. لكن يا صديقي البطل هو من يتحسن تدريجيا اثناء اللقاءات. يعني ممكن تشوف فريق كامل مكمل في دور المجموعات، يجي دور الربع نهائي او دور 16 تجده اول المغادرين، كما حدث مع ايطاليا. ايطاليا استطاعت ان تنتصر على كرواتيا وتتحصل على المركز الثاني، لكن بدور 16 اول المغادرين. فيا صديقي هذا يعني ممكن نشوفه بجانبين بكفين. ممكن راح يصعد الأداء تدريجيا بالنسبة لإنجلترا والبرتغال، وممكن يكونون أول المغادرين في دور الربع النهائي بسبب الأداء السيء. وأعتقد الأداء السيء بسبب المدربين يا صديقي، يمتلكون نجوم بشكل وفير جدا. إنجلترا والبرتغال عندهم أسماء كفيلة أنه تتحصل على كأس العالم، لكن المدربين للأسف يعني مشكوك بأمرهم، ربما لا يستطيعون قيادة ترسانة من النجوم. نبدأ بأول لقاءات دور الربع نهائي بين ألمانيا وأسبانيا. يا صديقي المباراة على أراضي الألمان، إذن 1-0 على أسبانيا. هاي بداية اللقاء، يعني راح يدخل المنتخب الألماني متقدم بنتيجة 1-0 على أسبانيا بسبب عامل الأرض والجمهور. لكن الأسبان بالأداء الأخير خصوصا يعني في هذه البطولة اللي قدموا والثبات والتكتيك يا صديقي صعب يخسر. أنا راح أجازف وراح أعتبر أسبانيا أول المتأهلين على حساب المنتخب الألماني، رغم أنه المنتخب الألماني يقدم كرة قدم ممتازة. يعني شفتوا أداء تصاعديا من دور المجموعات إلى دور الربع نهائي، وصل وهو بأداء تصاعدي، يعني لم يبقى الأداء كما هو الحال. لكن اللي يعيب المنتخب الألماني لم يخرج إلا بكلين شيت واحد أمام المنتخب الدنماركي، على عكس المنتخب الأسباني اللي عنده توازن بين الدفاع والوسط والهجوم. فيا صديقي من ناحية المتأهلين أتوقع أسبانيا راح تمر على حساب المنتخب الألماني، إلا إذا وصلت المباراة إلى ركلات الحظ الترجيحية راح أأهل المنتخب الألماني. المباراة اللي بعدها هولندا وتركيا، المباراة اللي سوف تشهد تأهل المنتخب الهولندي. أكيد لا تكون منتظر مفاجأة، مستحيل. لا يوجد مستحيل في عالم كرة القدم، لكن من وجهة نظري وجهة نظر الأغلبية والمنطق يقول أنه هولندا سوف تعبر هذا الدور، خصوصا أنه المنتخب التركي هذه ثاني مرة في تاريخه يصل إلى الدور ربع نهائي. المباراة اللي بعدها منتخب إنجلترا والمنتخب السويسري. يا صديقي العزيز راح أنطيك توقع يعني ربما جديد عليك، هذا التوقع ما سامعه قبل.
إذا استطاعت سويسرا تسجيل هدف أو أكثر في الشوط الأول راح أضمن لك تأهل المنتخب السويسري. لكن إذا تعدى الشوط الأول من دون تسجيل المنتخب السويسري هدف أضمن لك تأهل المنتخب الإنجليزي. لكن من ناحية التوقع خليني أتوقعها، أقول منتخب واحد، حتى مو يصعد هذا يقول والله أنا رشحت سويسرا، يصعد هذا يقول أنا رشحت إنجلترا. لا يا صديقي، من ناحية التوقع بالأرقام يعني بالنسبة المئوية 55-45 لصالح المنتخب الإنجليزي. يعني أتوقع المنتخب الإنجليزي راح يتأهل إذا استطاع أن يحافظ على شباك نظيفة في الشوط الأول. العامل البدني عند الإنجليز أعلى بكثير تقريبا من كل الفرق الموجودة في دور الربع نهائي. المباراة الأخيرة والمباراة الأصعب في هذا الدور والأجمل والكل منتظرها أكيد مباراة المنتخب البرتغالي والمنتخب الفرنسي، المباراة بين الأستاذ والتلميذ. المباراة راح تكون بين كريستيانو رونالدو وبين كيليان مبابي. لكن يا صديقي المباراة راح ندخلها وكريستيانو ما مسجل لحد الآن في البطولة. من المستحيل انه تغادر المنتخب البرتغالي من دون ما يسجل كريستيانو. اما من ناحية التوقع يا صديقي المنتخب البرتغالي هجوميا افضل رغم الاسماء اللي عند المنتخب الفرنسي، لكن شرحنا الاسباب. المنتخب البرتغالي هجوميا افضل لكن دفاعيا المنتخب الفرنسي افضل. خليني اقول لك انه هذه المباراة 50-50 فرنسا 50% البرتغال. لكن خليني أكون صريح وياك، أنا من وجهة نظري يعني أنا أتوقع المنتخب الفرنسي راح يعبر هذا الدور. لكن إذا وصلت المباراة ركلات الحظ الترجيحية في ظل وجود ديوغو كوستا البرتغال سوف تتأهل. وهاي بالنسبة لابن أيوب حرق دور الثمانية. يا صديقي العزيز خليني أشوف توقعاتك، اكتب لي بالكومنتات وخلينا نشوف منو أصحاب التوقعات الصحيحة. وبس حبايب قلب اللي هنا وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات حتى يوصلك كل شيء جديد وحتى نستمر إن شاء الله، وسوي شير إذا تحب. مع السلامة.